مين فينا ما اتفرجش على فيلم من أفلامه اللي حفر جوانا ذكريات بنفتكرها كل لما بنسمع اسمه؟ تاريخه اللي مليان كفاح وأعمال عظيمة لا يمكن ننساها. أما بقى عن موهبته الاستثنائية ومهارته في التمثيل، فهي دي اللي لفتت ليه الأنظار وحفرت اسمه في قلوبنا لحد دلوقتي. لو عاوزين تعرفوا الكلام على إيه، كملوا معانا. بابا، نعم الله عليك يا حبيبي، ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك يا رب. بابا، نعم الله عليك، أحسنت قولا وكلاما ولسانا. هي العود عندكم ورق وبس، كلمة أنا بحبك. كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز. الخميس كم بكرة يبقى التلات بطل حكايتنا هو الفنان القدير اللي لقبوه بالإمبراطور والنمر الأسود. هو الفنان الراحل أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، اللي اتولد 18 نوفمبر سنة 1949، وكان الابن الوحيد لوالده اللي اتوفى بعد ولادته. اتولد في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية. وخلال سنين دراسته شجعه مديره على انه يشتغل وينمي موهبته التمثيلية، وده طبعا بعد ما قدم أداء مبهر في أحد مسرحيات المدرسة. وكان المشرف على الفريق المسرحي في الوقت ده هو الفنان وفيق فهمي. أبوك هيسيب البيت يا سلطان، البيت ده يا سلطان هيتطربق فوق دماغ أهالينا يا أبو السلاطين. وحصلت الفرقة دي على الجايزة الأولى على مستوى الجمهورية لمدة 3 سنين ورا بعض، 1962 و1963 و1964، عن مسرحيات أحمس وغاب القمر والطريق. وفي الوقت ده التقى ببعض الممثلين اللي كانوا بيحضروا الحفلات المقامة في مدرسته، وكلهم شجعوه على إنه يدرس السينما. وبعد كده اتخرج من المدرسة الصناعية في الزقازيق، وراح على القاهرة علشان يلتحق هناك بالمعهد العالي للفنون. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. وأثناء دراسته في المعهد شارك في أول أعماله وهي مسرحية حمادة ومها، مع العلم إن البعض بيقول إن أول أعماله كانت مسرحية هلو شلبي. المهم إن دي كانت بدايات تعرف الجمهور عليه، وبعد كده اتخرج من قسم تمثيل وإخراج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف سنة 1973. خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش أي وجود. يا سلام، أمال الناس متعلقة بالتخاريف من قديم الأزل ليه؟ وبدأ أول أعماله على شاشة السينما سنة 1972 في فيلم ولدي، اللي لعب فيه دور أمام الفنان الكبير الراحل فريد شوقي. وبعد كده حصل أحمد زكي على أول دور بطولة ليه بالمشاركة مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، اللي كان في فيلم شفيقة ومتولي. الفيلم ده اتعرض سنة 1978، واللي كان بيعد من أنجح الأفلام على الشاشة المصرية. وفي سنة 1983 تزوج الفنان أحمد زكي من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم، وانفصلوا سنة 1993. دي حتة حشيش مالناش دعوة بيها. كان من المعروف إن الفنان أحمد زكي هو من أقرب الفنانين للجمهور، لأنه كان حريص من خلال أعماله إنه يعكس قيم وهوية المجتمع المصري. فمثلا صور الفنان أحمد زكي بشكل مثالي مجتمع الطبقة الدنيا والمتوسطة في أدوار زي الحارس في فيلم الليل بواب، وكمان لعب دور المصور البسيط في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، ودور السائق في فيلم سواق الهانم، وغيرهم كتير من الأدوار. ولأن الفنان القدير أحمد زكي كان عنده موهبة استثنائية في تقليد الأشخاص، مش بس كده، ده كمان كان بيركز في أدق التفاصيل، فقدر إنه يقدم لنا سلسلة عظيمة من السير الذاتية لشخصيات مهمة وعظيمة، زي مثلا السيرة الذاتية للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر اللي قدر يقدمها في فيلم ناصر 65، وسيرة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات اللي اتقدمت في فيلم أيام السادات.
وكمان صور الكاتب المصري البارز طه حسين في مسلسل الأيام. استمر الإمبراطور في التمثيل حتى قدم أكتر من 60 فيلم و20 مسرحية على مدار 3 عقود. انا ما اعرفش ايه هو الحب، لكن لو الحب هو ان ابقى مش شايف حد غيرك قدامي، وان ابقى عايزك ليا لوحدي، مفيش حاجه في الدنيا لها قيمه غيرك انتي، يبقى اكيد انا بحبك. كان معروف عن أحمد زكي حبه للأفلام اللي كانت بتمثل العمود الفقري الاجتماعي والسياسي، وحاز على الثناء والإعجاب بسبب أسلوبه الدقيق في تجسيد الشخصيات المعقدة. وحاز الفنان القدير على لقب ثالث أكتر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري تم سنة 1996. وكمان حصد الكثير من الجوائز في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية. أنا آسف والله العظيم، أنا جاي أبوظ الفرح. ربنا يسعدكم، ربنا يسعدك يا بنتي. بس حقيقي أنا كنت هموت من الغيظ لو ما كنتش ضربته القلم ده. نجح الفنان أحمد زكي في إنه يقدم لنا مسيرة مليانة بالنجاح والرسائل القيمة اللي اتعلمناها من خلال أفلامه ومسرحياته ومسلسلاته اللي سابت بصمة كبيرة في نفوسنا. إلا إن رحيله كان صادم للكثير من المتابعين ومعجبينه، لأنه توفى عن عمر يناهز 55 سنة بسبب صراع طويل مع المرض. وكان في أواخر أيامه بيصور فيلم يتحدث عن قصة حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وللأسف توفى قبل ما يكمل مشاهده. أحمد زكي ما كانش مجرد فنان، ده كان ومازال وهيفضل بطل عظيم في كل أعماله اللي قدمها، أعماله اللي عيشتنا معاها بكل تفاصيلها. هو إمبراطور بيمثل بطل فضلنا نكبر قدام شاشته وأعماله اللي كانت كلها رسائل وما فشلتش في مرة في إنها تبهرنا. أحمد زكي اسمه دايما بيمثل قصة نجاح وهيفضل محفور في قلوبنا.